السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة روتين أو يمكن روتين معاكم. هبدأ كده على السطح، يا رب يعجبكم. قلت كده نعمل فطار على النار، الحطب أو الخشب. تجربة حلوة. فأكيد لو عندك مثلا بتاعة الشوي دي، مش لازم أن يكون عندكوا سطح، يعني ممكن تعملها في البلكونة في الشقة عادي. والله الموضوع صراحة ممتع، وجربوه كده. وبرضو عشان حكاية الأنابيب، يعني الناس اللي بيبقى عندهم أنابيب وكده، فالأنابيب غالية وكده، فممكن تجربوا إن انتوا تعملوا مثلا الأكل على النار، اللي هو زي على الخشب أو الفحم والكلام ده. بصراحة يعني الموضوع حلو خالص وسهل وبسيط زي ما انتوا شايفين كده. أنا اللي كنت بولع النار، وولعت يعني كده، نجيب شوية ورق وشوية نايلو وولعنا. وبعد كده بقى بدأنا نجهز الحاجات اللي احنا هنعملها. هنحمر بطاطس ونعمل بيض وفول. وجوزي بقى ربنا يبارك له جاب لنا طعمية. طبعا انا ما كنتش لوحدي، كان معايا اختي، فحبيبتي ربنا ما يحرمنيش منهم ابدا يا رب. قعدنا بقى مع بعض. وبصراحة لو معاك أطفال وكده وتعملوا الحركة دي، فهيستمتعوا خالص. طبعا وده روتين، يعني أتمنى إن هو يعجبكم. بس فطبعا هنقشر بطاطس وهنغسلها ونقطعها. شوفنا كده، غسلنا البيض، حطينا مية، والنار كانت زي ما انتم شايفين كده، ولعناها وحطيناه. وبعد كده نقطع البطاطس ونجهز برضو الطاسة بتاعتي ونحط فيها زيت يعني وكده. تشوفوا معانا الروتين ان شاء الله يعجبكم. طبعا لو وصل لحد هنا منساش يصلي على النبي. واتمنى ان انتوا تشتركوا معايا لو مش مشتركين معايا في القناة، وتكتبوا لي تعليقات حلوة ولايكات كتير. هحط الطاسة تنشف كده من المية. وبعد كده نحط، طبعا أنا بغسل البطاطس، اغسلها كويس. وبعد كده بقى ايه، احسن حاجة منها كمان عندنا سطح الحمد لله، يعني بمية وكده، فالموضوع بيبقى سهل ان بدل ما تنزل وتطلع وكده. ولو مثلا ما عندكش سطح، لو عندك على السطح ما فيش مية يعني وكده، ممكن تاخدي معاكي، تعملي حسابك كده في شوية مية كده، تاخدهم معاك بدل ما تطلع وتنزل، عشان انت بخلي الحاجات كلها جنبيكي وتعمل كل حاجة وانت قاعدة يعني. طبعا انا بحط شوية ملح كده على البطاطس، بتخليها بصراحة اول حاجة بعد ما تطلع، بدل ما تحط عليها الملح، بتبقى كده تحس ان الملح بيجرجر. ده اول حاجة. تاني حاجة بتدي طعم كده حلو للبطاطس، وممكن تنشفها، يعني مش هتنشفها جو، بس بتديها طعم حلو. بصوا بقى البيض غلى، بدأت تتحمر. حسن كده بجد الموضوع ده حلو وممتع خالص والله. جرب الطبق. انتوا قاعدين كده وتعملوا كده. طبعا شوية بطاطس تاني.
هنا كمان خلاص عشنا البيض، هنسخن الفول. الفول كده بنسخن أول حاجة عشان كده مش هياخد وقت في التسخين، ونحط له شوية ملح بس الفول بطحينة يعني يعتبر جاهز. شوية خضار كده، شوية كبيرة بصل، أنا بحب البصل مخلل ومخلل كده يعني، والقعدة بتبقى تحفة. شوية بطاطس خلاص احمرت، ما تفرقش اي حاجة عن يعني مثلا بتاع لو هتعمل على البوتاجاز دام انت مثلا بتولع بفحم ولا بخشب. يعني في ناس مثلا ممكن تقولك تبقى شامة ريحة شياط او ريحة مش حلوة، لا. الشياط دي والحاجات دي لو انت مثلا حتى بوز خلينا في حاجات كده بتتحط كده هي بتعمل في شياط يعني وكده، يا رب تكونوا فاهمين. فالخشب مش بيعمل ريحة وحشة ولا حاجة. كده نقشر الفول ونجهز الفطار. الفلفل سخن ونحط شوية ملح وخلاص كده معلقتين، ونعمل شاي بقى، أحلى كوبايتين شاي بصراحة تشربوهم بقى على الفحم أو الخشب، طعمهم خطير. ده كان الفطار بتاعنا، احنا كنا جايبين طعمية ومكسرة وشيبسي، وده معانا زي ما انتوا شايفين كده فطرنا الحمد لله. نعمل الشاي بقى. انا نزلت الكنكة كده على الخشب عشان كانت خلاص النار هدت خالص، فقلت عشان يغلي بسرعة حطيتها كده وخلاص هو غلى بسرعة يعني الحمد لله. وبصراحة الأجواء تحفة. ممكن اخد شوية سكر بقى. الشاي غلى، والمعلقة السكر دي بصراحة جربوها هتفرق معاكم في الشاي. لو كثيرا من النعناع، الصراحة النعناع بحب الشاي بنعناع كتير، انا بحط في الكوبايات برضو نعناع. ده الفيديو بتاع النهاردة، بجد اتمنى ان هو يعجبكم، واتمنى كمان متنسوش تشتركوا معايا في القناة وتكتبوا لي تعليقات حلوة، واشوفكم على خير. سلام.